أكلة سهلة وسريعة جدا للبنات المغتربة، للشباب، للعزبية. بسيطة جدا وسهلة. مكرونة المبكبكة، أرداحي بدون لحوم بدون دواجن. مش هتاخد منك وقت، هي يا دوب ربع ساعة وهتكون استوت. وحسب نوع المكرونة، أنا أخدت معايا ربع ساعة بالظبط، ما أخدتش أكتر من كده. سهل جدا وبسيطة. أتمنى من المشاهدين الجدد اللي بيشرفوني يشتركوا في القناة وفعلوا الجرس واختاروا الكل عشان يوصلكوا كل جديد. طريقة المبكبكة اللي هي باللحمة والفراخ تختلف تماما عن دي حاجة بسيطة كده وسهلة على السريع. انما التانية لا، التانية محتاجة شغل زي الكبسة، لان بره في الخليج بيقولوا عليها كبسة المكرونة، فمختلفة خالص. معروفة في ليبيا المبكبكة، معروفة أكلة شتوية. والله أنا شايفاها شتوية صيفية مش فارقة، هي حلوة. السريعة بقى دي فظيعة جدا، دي صيف شتاء تعمليها. فيها حبة بهارات حلوة أقول لكم عليها. هنجيب حلة هنحط فيها 6 كوبايات مية، وهنحط معاها كوباية عصير طماطم. والصلصة دي فيه معلقتين صلصة، تمام. يعني معلقتين بمقام كده ربع كوباية، ربع مليان شوية كده يعني. هنضيف هنا معلقة كبيرة بصل بودر، معلقة صغيرة توم بودر، معلقة كبيرة بابريكا. الملح طبعا معلقة زي ما انتوا عايزين، صغيرة او كبيرة انتوا بتحبوه ازاي. ونص معلقة فلفل اسود، حابين تزودوا الفلفل زودوه. وهنضيف معلقة كبيرة كزبرة. بس انا نسيت اضيف الكزبره بصراحه، ضفتها قدام شويه. يعني هنا ضفت انا بهارات دجاج. بهارات الدجاج هنا هم بيضيفوا مكانها مرقه. اللي متابعني عارف انا ما بستعملش الحاجات دي، اي حاجه مصنعات انا ماليش فيها. اللي حابب يضيف مرقه ضيفه، هم بيضيفوا بالثلاث واربع مكعبات، انا ما بضيفش الكلام ده كله، الكلام ده كله خطر على الصحه. اصلا الصحه يا دوب دلوقتي في الوقت اللي احنا فيه والعصر اللي احنا فيه كل واحد يحافظ على صحته، الامراض انتشرت جدا جدا. ما علينا، المهم كده. نزلنا بالميه ونزلنا بالعصير الطماطم ونزلنا بالصلصه. هنسيبها بقى تغلي. ضيفوا معلقه صغيره سكر. ليه؟ كوبايه الطماطم اللي احنا نزلناها العصير بتاعه الطماطم دي لازم نضيف لها سكر تعادل الحموضه اللي في الطماطم شويه. عايزه تضيف نص ما فيش مشكله عادي، مش هيفرق النص من المعلقه يعني. هنا غليت معانا. هنجيب كيس مكرونه هلاليه 400 جرام، هي بتتعمل بالهلاليه يا جماعه، ما بتتعملش باي نوع تاني. يعني صغيره معرفش ال الخواتم، لا هي بتتعمل بدي، اصولها بدي. ما فيش هلاليه وحابه تعمليها باي حاجه تانية مش مشكله، اعمليها باي حاجه موجوده عندك. بيضاف لها هنا ربع كوبايه زيت. ليه؟ هي مش بتتصفى، هي كلها على بعضها بتستوي في حله واحده. فدي الميزه اللي فيها، وده الحلو اللي فيها. علشان كده بقول لكم الناس اللي بتحب الحاجات السريعه، اللي جعانه مثلا وعايزه تاكل، ربع ساعه ماكسيموم هتكون خلصت معاكي. هنسيبهم كده يغلوا. وبعدين سيبيها تغلي شوية وحركيها كل شوية، حركيها. لو سبتيها هتلزق في الحلة، ما ينفعش تسيبيها. هنا الكزبرة، دي معلقة كزبرة. شوفوا انتوا حابين تضيفوا معلقة كبيرة معلقة صغيرة براحتكم، هي بتاخد معلقة كبيرة. بس انا هنا ما كانش عندي كزبرة مطحونة غير الحبة دول فضفتهم، بس هي بتاخد معلقة كبيرة. يعني انا بعملها كتير بس المرة دي ما لقيتش كزبرة مفرومة فلسه كنت هطحن، فضفت اللي موجود كان. كده هنقعد نحرك فيها لغاية لما المكرونة تستوي معانا. ما ينفعش تسيبيها، دي انا بقول تاني لازم تحركيها كل شوية علشان ما تلزقش في الحلة. في ناس كتير بتلزق منها، اوعي تلزق منك المكرونة. خليكي شاطرة لانها ما بتاخدش وقت اصلا، بسيطة يعني. اقفي جنبها اول ما تغلي وتبقبق كده، اقفي جنبها. هما سموها بقبقة عشان صوت البقبقة اللي طالع وهي بتستوي. يعني انتوا شايفين منظرها، انا لاغيه الصوت هنا بس سايباه في المقطع اللي هو اول الفيديو علشان تسمعوا صوته. بس كده، سهلة وبسيطة جدا على فكرة. ما تنسوش تشربوا الصبح المية اللي هي الدافية بالليمون، وتشربوا الزعتر، وتشربوا الجنزبيل، وتشربوا الليمون مع الشاي الأخضر مع الجنزبيل. اللي حابب يشرب الشاي التاني يشرب عادي. بعد الغدا بيبقى بنص ساعة أو ساعة ماكسيمم يعني، عليه عصير نص ليمونة. آم، الناس اللي حابة تخس، هاتي قطعة جنزبيل يعني قد سنتي كده، واضربيها في الخلاط مع عصير ليمونة، صفيها واشربي منها طول اليوم. اللي انا بقوله لكم ده، المشروب ده بينسف الدهون تماما تماما. كل الحاجات دي انا مجرباها. انا مش بقول لكم على حاجه من فراغ، لا انا بقول لكم الحاجه اللي انا بجربها وبتجيب نتيجه. لازم تحافظي على وزنك علشان ما تبقيش زايده. مثلا في بنات تشتكي ان هي وزنها زاد، جوزها وهي رايحه جايه لا عليها بالكلام، لا. فانت خليكي انت احسن منه، وحافظي على جسمك وحافظي على وزنك علشان ما تدلوش فرصه يقول لك مثلا يا تخينه وزنك زاد، فانت مش هترد عليه لانه عيب. او يقول لك مثلا كلام يضايقك تروحي سدي نفسك تروحي تاكلي. في ناس بنات او ستات لما نفسهم بتسد بيفتحوها على البحري، بياكلوا كميه اكل، وده غلط وده غلط، ما ينفعش.
بتتضايقي ما تاكليش المفروض يعني. الشخص في ناس كده يعني، احنا مثلا عندنا نتضايق ما بناكلش، في ناس تتضايق تاكل. لا يعني حافظوا على نفسكم شويه. عايزه اقول لكم ايه تاني؟ الزعتر، شربوا الزعتر حلو في الشتاء. خدوا فيتامين سي. في الفوار اللي هو الدواير ده بتاع زمان. في سيريتارد اقراص، بس معرفش موجود دلوقتي ولا لا. كبسولات سيريتارد، كبسولات افتكرت. في فوار تاني بقى، تحسي ايه شوية سكر كده وعليهم لون، محدش يجيبه، أنا ناسي اسمه بصراحة، فاشل. شركة فاشلة حقيقي وملهاش لازمة. والعلبة ب50 جنيه، محدش يجيبها، ملهاش لزوم. يا إما تجيبي الفيتامين سي العادي بتاع زمان، اللي هو في العلبة الطويلة دي، أم غطا، اللي هو اللي اسمه ايه ده، الأقراص المدورة. هو ده. يا تجيبي البرتقال، يا تجيبي الليمون، يا إما تجيبي الكبسولات السيريتارد، يا إما تاخدي الليمون في المية، حسب امكانياتك. كده خلاص المبكبكه استوت معانا كده تمام وزي الفل. خلي بالكوا هي بتبقى جوسي، يعني لازم يبقى فيها كده حبه صلصه، ما ينفعش تنشفيها، لان هي حلاوتها في الصلصه اللي فيها. وبس خلصت المبكبكه معانا خلاص، اتفه ما يكون، واكله سهله وبسيطه جدا. هنغرفها، هنقدمها في الطبق دلوقتي وخلاص. في حاجه اللي حابب يضيف عليها قرن فلفل شطه وهي بتستوي يضيفه، احنا مش بناكل الشطه، فاللي حابب يضيف يضيف. بس كده. يا رب تكون عجبتكم الوصفة، وخفيفة وسريعة، واعملوها هتعجبكم جدا. اللي حابب يضيف اي حاجة تاني يضيف، بس هي كده البهارات كافية فيها. وبس كده، واتمنى لكم الصحة والعافية والستر يا رب. الحلة ما لزقش فيها ولا حبة.